السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال العالمين؟ بتكونوا بخير. قبل اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتعمل لايك واشتراك عشان نوصلك الفيديوهات الجديدة في اسرع وقت. ورمضان كريم علينا وعليكم بقى، وما تدعوا لنا معاكم في الايام دي. ولو انت ما صليتش المغرب روح صلي المغرب الاول. وفيديو النهارده هو مقارنة غوجو وسوكون، فمن غير ما نطول كتير فلنبدأ. وطبعا الشخصيتين بتوعنا من نفس الانمي وهو جوجوتسو كايسن، وبتدور قصته حوالين يوجي إيتادوري اللي هو كان طالب عادي جدا في الثانويه، وانتوا عارفين بقى لا اسبوع سوكونا وكالو وكده يعني الكلام دوت. فمش هنطول كتير في القصه ونخش على الشخصيات. وطبعا بقى غوجو الستر، واللي هو كان شخص غير مبالي مع طلابه واصحابه، ما كانش متعاطف مع حد وكان قاسي جدا. وكان غوجو شخصيه واثقه من قدراتها وسمعتها باعتباره ساحر قوي بقى وكده، وكان دايما مصمم على النصر في اي معركه بيدخلها. وكان بيتميز في اسلوب القتال بتاعه بهجمات عدوانيه جدا، وكان شخصيه غطرسيه يعني متكبر من الاخر. ايه اللي انت كاتبه ده مصطفى؟ ده غوجو ده العشق. وكان غوجو مقاتل سريع وعلى ان هو يتحرك الحاجات بسرعه اسرع ما العين بتشوفها. ومصطفى بيقول لكم ايوه هو كده عشان هي جت معايا بكده وانا بكتب. ما تنساش تشترك في قناتي، قناه مصطفى خالد يا جدعان، هتلاقوها في وصف الفيديو، خشوا اعملوا له سبسكرايب ونكمل. وكمان كان بيعرف بالقتال بالايد ومع لياقته البدنيه اللي كانت مساعداه جدا، وكان بيوجه ضربات دقيقه مميته. وكان غوجو بيستمتع بالتفكير تكتيكي، وكان قادر على ان هو يعرف خطه خصومه اللي جايه، وان هو يلاقي طرق عشان يهزمهم بخطتهم. وده ساعده طبعا في المراوغه وان هو يتفادى ضربات الخصم. وكان معروف ان هو اجمد جيتسو في الانمي وكده، عشان عنده كمية كبيرة جدا من الطاقة الملعونة ومهاراته وكده. احسن حتة بحبها وهي مقولات غوجو اللي قال مهما كان عدد حلفائك من حولك فعندما تموت تكون وحيدا. والله العظيم الراجل ده بيتكلم صح، بيتكلم صح. ونخش بقى على سوكونا. هو سوكونا كان ملك اللعنات، وكان بيتحكم في اللعنات والارواح زي العرايس حرفيا. ومع مرور السنين بقى اتقطع لحتت وبقى 20 صبع، وكل صبع في جزء من روحه الشريرة. فتخيل تبقى انت البيج بوس وانت الكل في الكل، وفي الاخر تتقطع ل20 صبع. وطبعا جاء يوجي اكل صوابع من صوابع سكونة، فبقى سكون عايش جواه يعني، انتوا فاهمين. وكان سكون عنده قوه كبيره فشخ فان هو يقدر يهزم اللعنات، وكان بيعرف يتحكم في اي لعنه. وكمان كان عنده قوه خارقه لقتل الناس بنظره واحده حرفيا. وكان عنده قدره الشفاء برضو، وكان بيرجع اجزاء جسمه بسهوله جدا. وسكونة كان بيحكم عصر اللعنات اللي قتل ودمر العالم كله من غير رحمه حرفيا. ومقولة سكنة اللي هي قال فيها حتى لو ماتت الأجزاء بداخلي فهناك 18 شخصية من روحي. وبس، والله فنان. والحتة اللي بستناها كل حلقة تقييم للشخصيتين. أنا أحب أدي غوجو 10/10، وسكنة برضه 10/10. ايه انتوا مفكرين اقول 9 ولا حاجة؟ وبس كده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. وسلام.